الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، دولة الإجرام إسرائيل ليست بعيدة عن هذا القانون الإلهي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. فهي دولة ظالمة منذ أن قامت على المذابح والجرائم والمجازر والتهجير والتدمير، تدمير البيوت والمنازل وتجريف الأرض والشجر والحجر، ثم اليوم تدمير المقدسات وتدنيسها وتحويلها إلى مراكز سياحية أو فنادق كما يزعمون. هي دولة مجرمة فاسدة مفسدة ترعى الفساد والطاغوت، لدرجة أنكم سمعتم أيضا في خلال متابعتكم أن ولد القذافي توجه إلى إسرائيل ومكث فيها بضع ساعات يطلب منها مساعدة أنظمة الطاغوت. وهناك تقارير كثيرة الحقيقة تتحدث عن تدخل دولة الإجرام إسرائيل لحماية نظام القذافي. وأنتم سمعتم نظام القذافي بالأمس وأول من أمس يهدد أنه بوابة الحماية ليس لإسرائيل وحدها بل لأوروبا بكاملها من المتطرفين والمهاجرين والإرهابيين، ويقول لهم أنني بوابة الحماية لدولة إسرائيل، بمعنى تقدموا أيها الغرب لحمايتي حتى تحموا دولة إسرائيل. نقول لهم ولكل الطواغيت ولكل المستكبرين من رأسهم الأمريكان ونزولا إلى أسفل القدم مرورا بفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا واستراليا وغيرهم من الاتحاد الأوروبي وزعامات الطاغوت العربي، لن توقفوا حالة التحول ولن تزيدوا في عمر دولة الكيان التي لها أجل، لأن الله عز وجل قال: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. أي أن هناك وعد. فإذا جاء أجل ربك ووعده لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هكذا القانون الإلهي. دولة الكيان تعيش حالة من الرعب والقلق الشديد. أكثر دولة قلقة في المنطقة هي دولة الكيان. وقبل يومين سمعت من نتنياهو حينما يقف على حدود غور الأردن قال: إننا أمام زلزال سياسي يضرب المنطقة لا ندري أين منتهى. أيها الغبي يا نتن، وربما تدرك أن منتهى هو زوال دولة الكيان، حتى وإن تسلحت بالسلاح النووي والصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل العنقودية والقنابل الارتجاجية، حتى ولو تسلحت بالوعود الأمريكية، إنما وعود أمريكا كوعد الشيطان الذي حدثنا عنه القرآن بقوله في سورة الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. هذا من قول الشيطان، إنه الشيطان الأمريكي، الشيطان الفرنسي، الشيطان الأوروبي، الشيطان العربي متمثلا في زعامات العرب. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، إني حاميكم مدافع عن حدودكم وحافظ أمنكم وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. وبعدت الفئة اليوم فئة الأمة المؤمنة المسلمة المجاهدة بدأت تتضح معالمها. لذلك الشيطان الأمريكي بدأ ينكص على عقبيه. أول من تخلى عن زعاماته الذين ركزوا نظامه وسياسته في المنطقة عبر 3 عقود. ماذا فعلت أمريكا؟ لله مبارك إنها تخلت عنه، بل طالبته بالرحيل من أول أيام. ارحل. يقول مبارك فيما بعد: لقد تخلى عن الجميع، وهو يسر بقوله لصديقه وحميمه الإسرائيلي:
تخلى عن الجميع. نعم سيتخلى عنك الجميع، تخلى عنك وسيتخلون عن إسرائيل أيضا حينما تكون حركتكم حركة جماهيرية صاعدة. إسرائيل تعيش حالة القلق الشديد الآن، من حالة خوفا من أن تتحول حالة الرفض الجماهيرية في مصر وليبيا وتونس واليمن والبحرين وعمان والعراق، تتحول إلى فلسطين في الضفة الغربية. ماذا سيفعل الجيش الإسرائيلي في مواجهة هذه الحالة؟ إذا ما اقتربت لا يستطيع أن يستخدم السلاح، الدبابات والطائرات، كالمجنون المجرم القذافي الشيطان الذي يدافع عن ماله وولده فقط، يدافع عن نفسه وولده فقط، يدمر ليبيا، سيحولها كما قال إلى كتلة حمراء. الإنسان المنتمي، الإنسان الحريص يتنازل ولا يدمر ما بنى أو لا يدمر الشعب. لكن هذا يقول كانت ليبيا قبل أن أتولى الحكم 2 مليون، اليوم 7 مليون، 5 مليون، ترجع 2 مليون. يعني عنده استعداد أن يدمر أو يقتل 3 إلى 4 إلى 5 ملايين دفاعا عن كرسيه. نقول له ولإسرائيل ولكل العالم المجرم أن أجلكم كطواغيت قد حان. هذا نستوحيه ونستشفه من حديث رسول الله حينما حدثنا عن مراحل التاريخ. ستكون نبوة ما شاء لها الله أن تكون ثم تنقضي، ثم تكون خلافة راشدة ما شاء لها الله أن تكون ثم تنقضي، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء له الله أن يكون ثم ينقضي، ثم تكون جبريات ما شاء لها الله أن تكون ثم تنقضي، ثم تكون خلافة وتعم الأرض. الملك العاض هو الملك الوراثي متمثلا في الدولة الأموية والعباسية إلى الدولة العثمانية. الجبريات هو سياسة الفراعنة والمماليك التي نحيا اليوم. وبدأت هذه الجبريات بدأت نسبحتها تنفرط وعقودها بدأت تتساقط باتجاه إقامة دولة الخلافة، ولن تقوم دولة الخلافة طالما إسرائيل قائمة، لن تقوم. هذا يعطينا أمل قريب وبشرى مهمة أن عمر إسرائيل بات قصيرا، وقصيرا أقرب مما نتوقع وأقرب مما يتوقعون. أذكر معكم ما حدثنا به القرآن لما كان المسلمون مستضعفين في مكة وهم يداوون أنفسهم من قريش وأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وما شابه، كانوا يطاردون المسلمين في أكلهم في شربهم في نومهم في بيتهم في صلاتهم، كانوا يطاردونهم. فدارت معركة بين الروم والفرس، هزمت الروم في تلك المعركة، فاستبشر المشركون ورفعوا صوتهم: لقد انتصر المشركون على أهل الكتاب، بما يفيد أننا سننتصر عليكم يا أهل التوحيد يا محمد وأصحاب محمد. استبشر المشركون لانتصار المجوس على الروم، فنزل قول الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ويومئذ ستفرحون بنصر الله على دولة الكيان، دولة الطاغوت، والتي بات أجلها قريب قريب قريب. إسرائيل تدرك ذلك أن أجلها قريب، لكن هذا يا إخواني ويا أحبائي يدفعنا نحن أن نكون أكثر إخلاصا وأكثر طهرا وأكثر محبة وأكثر قربا وبعدا عن المنطق الحزب الضيق النتن الذي يقدم مصلحة الحزب على مصلحة فلسطين ومصلحة الإسلام ومصلحة الأمة. هذا من جانب، ومن جانب آخر علينا أن نسوق البشريات لأنها منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إلى القول القرآني الكريم وهو يخاطب النبي وينزل يخاطبنا نحن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النتيجة: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا في الآخرة يا رب، فما مصيرنا في الدنيا؟ وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. قادم
قادم في الطريق بإذن الله، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذه البشرى نسوقها بين أيديكم أننا على أبواب الانتصار مهما تسلحت دولة الإجرام ومهما استعانت بالمجرمين والطواغيت. سنة الله ستجري عليها، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمن روعاتنا وفرج كرباتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم رص صفوفنا ووحد أمتنا. اللهم ابعد عنا الخبث وابعد عنا النتن وابعد عنا الحزبيات النتنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معيشتنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء